غيّرت كل حاجة كانت في حياتها قبل كده، وبتبدأ صفحة جديدة مع الدنيا، بتحاول تنسى اللي حصل معاها في حياتها، وكل اللي حواليها بقوا واخدين بالهم من تغيُّرها، لبسها اتغيّر وطريقتها حتى الألوان اللي كانت بتحبها اتغيّرت، وأصحاب زمان بقى في غيرهم دلوقتي، وبعد قعدة البيت بقت بتروح أفراح وبتلبس ألماظ، والإطلالة منها بتقلب أي مكان بتروح فيه. ياسمين عبد العزيز مبسوطة إنها رجعت وقفت على رجليها من تاني، بعد ما كانت خايفة من تغيُّرات حياتها الفترة اللي فاتت. يا ترى بقى إيه اللي اتغيّر في ياسمين عبد العزيز جديد؟ وليه قررت إنها ترجع للي كانت بتعمله مع أحمد العوضي من تاني؟ وهل فعلًا سابت أصحابها القدام وبقى عندها أصحاب جداد؟ كل إجابات الأسئلة دي وأكتر منها وأسرار كتير في حياة ياسمين عبد العزيز هتعرفوها في الفيديو ده، بس خليكم معانا للآخر وهتفهموا هي اتغيّرت ليه. ياسمين عبد العزيز بقالها كام شهر كل حاجة فيها اتغيرت، والقريبين منها وكمان الجمهور اللي بيحبها ومركز معاها واخد باله منها. وكان من أهم المفاجآت اللي اتغيرت فيها دي إنها قررت ترجع تمثل دور شعبي، وده بعد ما عملته مرة واحدة بس مع أحمد العوضي. إنما إنها تقرر ترجع للنوع ده من الأدوار ومن غيره فده كان غريب وهيبقى تحدي كبير ليها، وكأنها عايزة تقول إنها تقدر تعمل أي دور سواء لوحدها أو كانت مع العوضي. ده كوم وإنها بعد أكتر من 25 سنة في الوسط الفني بقت بتحضر أفراح وبتواظب كمان عليها وبتعمل الواجب، أو ممكن كمان نلاقيها بترقص مع أصحابها، ودي طبعا حاجة عمرها ما كانت بتعملها قبل كده. أما طلتها في أي مناسبة سواء فرح أو تكريم فبقت بتخطف الأنظار كلها ليها، لدرجة إن ألوانها المفضلة كمان اتغيرت، وكل مرة بتبقى أحلى من التانية. ده غير حبها للألماظ اللي ظهر فجأة وذوقها فيه مالوش مثيل أبدا، وكل طقم بيتلبس سواء كوليه أو مزودة عليه خاتم بيسوى ملايين. ياسمين عبد العزيز غيرت حاجات كتير في حياتها بعد انفصالها عن العوضي، لدرجة إن بقى فيه كمان أصحاب مختلفين ما كانوش في حياتها قبل كده بقوا موجودين وبقوة، ومعاها في كل المناسبات والأماكن زي رضوى الشربيني اللي رسائل الحب بينهم رايحة جاية، وبقى واضح للناس كلها إنهم قريبين من بعض. قرارات ياسمين عبد العزيز إنها ترجع بقوة للناس ولجمهورها كان مصيري، وزي ما رجعت ليهم عن طريق الشغل والأعمال بتاعتها، وإنها بتحضر دلوقتي فيلم ومسلسل ومقررة إنها تبقى متنوعة في كل حاجة بتقدمها، ووعدت اللي بيحبوها بكده. كمان قربت منهم عن طريق السوشيال ميديا وأخدت رأيهم في حاجات شخصية خاصة بيها زي الرياضة ووزنها، وبقت مشاركة معاهم في كل الترندات اللي بيعجبها منهم وكمان اللي مش بيعجبها، وليها طريقتها في السخرية اللي بيحبها جمهورها في الحاجات اللي مش عاجباها. وكده تبقى ياسمين بدأت صفحة جديدة في حياتها، اللي بيحبوها راضيين عنها وهي كمان ناجحة بيها. انتوا بقى ايه رأيكم في التغيرات اللي حصلت في حياة ياسمين عبد العزيز؟